بيتسأل لي الفترة دي سؤال جامد قوي. بيتقال لي ايه؟ ركا، هو انت جوزك بيساعدك في البيت؟ طبعا. احمد بجد بجد من الشخصيات اللي اكتر حد بيساعد في البيت، وبامانه بامانه. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه والله. يعني لما اجي اغسل يعني مواعين، ده واجبك عليا صدقيني. حبيب الله يبارك ربنا لك. يخليك. لما باجي اغسل المواعين بتلاقي كوبايات العالم بتتحط في الحوض. لا ايوه، اله بحطها لك الا في الحوض الله. بدل ما احطها في حته تانيه. بالظبط، ايوه. لما بتيجي تطبقي الغسيل، التيشيرت بيعجبه اللي انت بتطبقه. لا اله الا الله. بتلاقي التيشيرت اتشد من النص كده، الصف اللي انت طبقته اتهدم على الارض. احمد من اكتر الشخصيات اللي بتساعدني بجد في الدنيا دي كلها. يا نهار، لما باجي انضف علشان ما يوسخليش الارض، بيدخل بالشبشب اللي جاي بيه من الشارع. احمد حبيبي بيساعدني، الله يعني هو يبارك انت له. عايزاني اوسخ رجلي؟ لا يا حبيبي، توسخ الارض عادي جدا، الله يبارك له. احمد هو انا ليه كنت بجد في اول الفيديو كنت فاكر ان انت بتمدحيني؟ بجد بجد احمد، انا بتمنى من الله ان ربنا ما يبتليش الناس زي ما ربنا زي ما ربنا يعني حبني كده وابتلاني. اصلي ده ابتلاء يا جدعان، ده لا، ابتلاء. ازاي يعني؟ دي حاجة حلوة، دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة. ده ابتلاء وربنا ابتلاني بيه، وانا ما اتمناش ان حد غيري يعني ايه يبتلي ابتلاء؟ بالحوار. عشان انا بحبك يا واد، بقول كده بس. ابتلاء ازاي؟ ابتلاء عظيم من الله، وانا راضية بيه وراضية بحكمه. فاحمد من الناس بجد بجد الجميلة اللي بتساعد، الخدوم بجد بجد يا جدعان. انا كنت مصدقك في اول الفيديو. مش قادرة اضحك على الناس اكتر من كده. انا اسفة يا جماعة، انا اسفة.